السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنتكلم على حاجة مهمة جدا في سيستم اماديوس، وهي جدول الرحلات. ازاي ندخل على السيستم رحلة وازاي نعرض جدول الرحلات. يلا بينا نتعرف. طبعا جدول الرحلات هي خطوة من الخطوات المهمة اللي بنحتاجها عشان نقدر نحجز رحلة. أولا لازم نتعرف على عناصر مهمة اللي بنحتاج نعرفها في الرحلات المتاحة. أول حاجة معانا هي شركة الطيران، ورقم الرحلة، ووقت الإقلاع ووقت الوصول، ونوع الطيارة، وعدد المقاعد المتاحة في الدرجة، والدرجات المتاحة في الطيارة. كل الحاجات دي بنعرفها من خلال جدول الرحلات. الكلام ده بيكون قبل التسعير أو بعد التسعير، مش هتفرق يعني. زي ما انت كموظف حجز طيران بتستخدم تسعير في الأول أو في الآخر. ثانيا أو تاني حاجة معانا هي صيغة الأمر أو صيغة الكود اللي بنستخدمها في إظهار أو عرض جدول الرحلات. أول حاجة معانا هو كود ثابت اللي هو ال AN، زائد تاريخ الرحلة، بعد كده مطار المغادرة ومطار الوصول. وتعالوا نشوف مثال هيوضح كل ده. عندنا هنا رحلة يوم 25 مارس، هي بتتكتب زي ما انتوا شايفينها قدامكم كده بالظبط AN 25 مارس. ال CEI ده مطار الإقلاع، وهنا القاهرة، مطار القاهرة. ال IST ده مطار الوصول، ودوت بيكون مطار اسطنبول. لاحظوا معايا حاجة هنا، إن كل الأمر كله لازق في بعضه، مفيش فواصل. ما ينفعش نهائي تعمل فواصل في سيستم أماديوس، الأمر بتاعك مش هيكون مظبوط. الشرح هنا بيتكلم على ال AN، بيكون هنا الرحلات المتاحة، وال 25 مارس ده التاريخ، وال CEI كود مطار الإقلاع وهو مطار القاهرة، وال IST اللي هو اسطنبول ايربورت وهو مطار اسطنبول مطار الوصول. الحاجات اللي بتظهر لك بعد ما تدخل الكود دوت هو شركة طيران، ورقم الرحلة، ورقم الإقلاع، ورقم الوصول، ومدة الرحلة، ودرجة الكابينة أو درجة الحجز، سواء بقى economy business first class، الحاجات دي كلها. ده بيكون شكل الجدول. ال MS هنا أو الكود اللي ظاهر قدامك دوت بيكون كود الطيارة أو رقم الطيارة. ال MS مصر للطيران 737. وهنا مطار الإقلاع ومطار الوصول وميعاد الإقلاع وميعاد الوصول ودرجة الرحلة. ده بيكون شكل جدول الرحلات. أهم حاجة معانا بقى لازم نكتب كود المطار صح، والتاريخ باليوم، والشهر بالحروف، التاريخ بالأرقام، واليوم بالأرقام، والشهر بالحروف. هو بيكون اختصارات. طبعا الرحلة بتظهر في التوقيت المحلي لمطار الإقلاع. ده شرح مبسط لجدول الرحلات، أتمنى تكونوا استفدتوا منه، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. وسؤال النهاردة تكتبوا لنا في الكومنتات: رحلة من القاهرة لدبي يوم 10 إبريل. حاولوا كده تكتبوا
وقود الرحلة دي.